يعاني العراق بشدة من نقص المياه ولا سيما بسبب سد إليسو التركي الذي بني عند منبع نهر دجلة الذي ينبع من تركيا، وسد أتاتورك على نهر الفرات الذي ينبع أيضا من تركيا، هذا إضافة إلى سدود تركية أخرى بنيت على روافد أصغر. وتقول العراق إن تركيا إلى جانب إيران هي السبب في قلة مواردها المائية، وتسعى للتنسيق معها من أجل الالتزام بحصص المياه المحددة مسبقا، علما أن العلاقات ظلت إيجابية بين العراق وتركيا إلى حد كبير. ملف المياه هذا حمله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أنقرة، حيث انتزع من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهدا بزيادة دفق المياه في نهر دجلة لمساعدة العراق المجاور في مكافحة الجفاف. قررنا زيادة كمية المياه المنبعثة من نهر دجلة لمدة شهر بالقدر الممكن من أجل تخفيف من مشاكل العراق في هذا الصدد. أتقدم بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس باسم الحكومة والشعب العراقي على التجاوب المسؤول والفاعل في معالجة مشكلة شحة المياه. ملف المياه لم يكن وحده الحاضر بين إردوغان والسوداني، إنما تطرق الجانبان إلى قضية مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين لديهم قواعد في شمال العراق، والذين تشن تركيا عمليات عسكرية برية وجوية ضدهم على اعتبار أنهم منظمة إرهابية. وفي هذا الملف قال إردوغان إنه يتوقع من العراقيين تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية وتخليص أراضيهم من هذه المنظمة الإرهابية الدموية. وقد رد السوداني بالتأكيد أن العراق يرفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو أي مساس بالسيادة العراقية. وملف ثالث تناوله الجانبان وهو إعلان إردوغان بدء العمل على مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة في العراق إلى تركيا، والذي وصفه بأنه طريق حرير جديد.